مصدر من الأهلي يعلنها: في حال رحيل علي معلول في نهاية الموسم الحالي، يحيى عطية الله هيكون هو البديل الأول من أجل أن يكون هو خليفة علي معلول عن طريق شرائه من الدوري الروسي. زي ما احنا عارفين، يحيى عطية الله رحل عن الوداد المغربي في شهر يناير واحترف في الدوري الروسي، ولكن النادي الأهلي بيعلنها بأن هناك محاولات حاليا مع علي معلول من أجل تجديد عقده، ولكن في حال عدم رغبة علي معلول في تجديد عقده بشروط النادي الأهلي ورغبته في الانتقال إلى الخليج قبل اعتزاله كرة القدم، وقتها النادي الأهلي سيبحث عن التعاقد مع باك ليفت أجنبي جديد بدلا من علي معلول، لأن رؤية كولر هي في حال رحيل معلول يجب التعاقد مع باك ليفت أجنبي في نفس مستوى علي معلول، لأنه مفيش لاعب مصري في مركز الباك ليفت أقنع كولر بأنه يكون بديل لعلي معلول. عشان كده يحيى عطية الله اللاعب المغربي يعتبر حاليا هو اللاعب الأبرز والمرشح الأول لخلافة علي معلول، خاصة وأن ضمه لن يكلف النادي الأهلي أموال كثيرة، فضلا عن رغبة اللاعب أيضا في اللعب في النادي الأهلي، وأن النادي الأهلي يرى بأن يحيى عطية الله يمتلك كل المواصفات اللازمة لخلافة علي معلول، يمتلك الخبرات الأفريقية، قائد لاعب دولي عنده الخبرات.